السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمسمة لتعليم الكروشيه. احنا النهاردة هنعمل مع بعضينا كوفية علم فلسطين، لان في ناس طلبتها مني وهنعملها مع بعض النهاردة فيديو. تمام. بس قبل ما نبدأ، ما تنسوش تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفيني، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نقول بسم الله ونبدأ. انا عملت عدد من السلاسل. تمام، قلت عشان بس ما اضيعش وقتكم. الكوفية بتعمليها حسب الطول اللي انت عايزاه، لا اما بتبقى متر ونص، لا اما بتبقى مترين، براحتك. تمام. فانا عملت سلاسل في حدود 130 سنتي. انا هعملها متر ونص. هاجي اكمل ال20 سنتي بتاعت المتر ونص اللي فاضلين 20 سنتي. هدخل اللون الاحمر. تمام. ادي كده السلسلة. بدل ما كنا ماسكين الخيط الاخضر وبنشتغل السلسلة بتاعتنا، لا انا همسك الاحمر بدل ما كنت ماسكة الاخضر. تمام. وهنيجي نمسك الشغل بتاعنا كده ونبتدي نعمل عدد السلاسل بتاعنا. هنشد كده اللون الاخضر. تمام. هنعمل عدد سلاسل بحيث ان هي تبقى في حدود ال20 سنتي. انا هعمل تقريبا 30 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. انا كده عملت 30 سلسلة، ادتني في حدود ال20 سنتي. تمام. معلش نسيت اقول لكم حاجة. انا طبعا بعمل بالخيوط المتاحة عندي. فتلة الخيط الاحمر عندي سميكة شوية، الاخضر ارفع سنة. فتمام. فانا هبتدي اعمل حشو من تاني سلسلة، وفي كل غرزة هتقابلني هعمل غرزة حشو. طبعا علشان الفتلتين مش سمك واحد، فانا الخيط التخين هعمله حشو، لكن الخيط الرفيع هشتغله نص عمود. تمام. عشان برضه الارتفاع يبقى واحد. يبقى انا كده هشتغل حشو في كل سلسلة تقابلني لحد ما اوصل للون الاخضر. تمام. قبل ما اوصل للون الاخضر هرجع لكم. رجعت لكم بعد ما خلصت اللون الاحمر كده بغرزة الحشو. هنيجي عند اخر احمر، هنعمل غرزة الحشو، بس مش هنكملها ونسحب الخيط تاني. احنا هنسيب اللون الاحمر ونمسك اللون الاخضر. تمام. ونقفل الغرزة بتاعتنا، نشد بس الخيط. هنبعد كده الخيط الاحمر، نمسكه هنا عشان مش هناخده معانا واحنا ماشيين. بس الحته بتاعت الاحمر اللي هي الصغيره ديت هناخدها نداريها في الشغل معانا. بما ان احنا اتفقنا طبعا ان انا بشتغل حسب الخيوط المتاحه عندي، فانا الخيط الاحمر عندي سميك عن الخيط الاخضر، فانا هبتدي بالخيط الاخضر اشتغل غرزه نص عمود في كل سلسله. طبعا انت ممكن تعملي الكوفيه لا اما بغرزه حشو او بغرزه نص عمود زي ما انت عايزه. تمام. وهنا نعتبر احنا بنشتغل زي الشغل الدايبستري بالظبط. يبقى انا هنا في الاخضر علشان ارفع من الاحمر بعملها نص عمود.
ولو بصينا كده هنلاقي الارتفاع بتاعنا 1. لكن لو كنا عملنا الأحمر نص عمود زي ما عملنا الأخضر، الارتفاع مش هيبقى 1، هنلاقي الأحمر عالي سنة. تمام. طبعا عشان ما اطولش عليكم انا هكمل بقية السلسلة الشغل الاخضر بغرزة نص عمود. تمام. وارجع لكم تاني. رجعت لكم بعد ما خلصت السطر. تمام. بصوا انا عاملاه كده نص عمود. هنرتفع سلسلة، هنلف الشغل بتاعنا ونبتدي نشتغل في كل غرزة نص عمود. تمام كده السطر بتاعنا بان، او الشغل بتاعنا كمان بان. هكمل لحد ما اوصل للون الاحمر وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. رجعت لكم بعد ما خلصت الزيتي. طبعا الحته الزياده دي هنقصها، بس انا للاسف ما جبتش المقص جنبي. تمام. هقصها في الاخر. احنا عندنا هنا اخر غرزتين باللون الاخضر. تمام. احنا هنعمل النص عمود وهنسيب اخر غرزه في الاخضر هنشتغلها احمر. يبقى احنا كده هنعمل نص عمود من غير ما نكمله ونسحب الخيط. احنا هنا هنغير الخيط للاحمر. تمام. يبقى اللي احنا هنسحب بيه ونقفل بيه الخيط الاحمر كده. نجيب بس الزيتي كده. تمام. هنبتدي في اخر واحدة زيتي نشتغل فيها حشو، وفي كل غرزة هنشتغل فيها حشو. طبعا لو انتي تشتغلي بسمك خيط واحد، لا اما هتشتغلي حشو لا اما هتشتغلي نص عمود. تمام. لو بصينا كده هنلاقي ان احنا زودنا هنا غرزة آه باللون الاحمر. يبقى احنا نقصنا في اللون الاخضر غرزة وزودنا في اللون الاحمر غرزة. تمام. هنرجع نكمل السطر كده بغرزة الحشو. طبعا كلنا عارفين غرزة الحشو او عارفين غرزة النص عمود. تمام. انا علشان ما اطولش عليكم الفيديو انا هكمل السطر والف شغلي واشتغل برضو الاحمر لحد ما اوصل للون الاخضر ونشوف هنعمل ايه السطر اللي بعديه. تمام. رجعت لكم بعد ما خلصت السطر. انا خلصت السطر للاخر ولفيت شغلي وكمل او اشتغلت السطر اللي وراه. هنيجي هنا في اخر غرزة اللون الاحمر هنشتغل غرزة حشو. هندخل على اللون الاخضر باللون الاحمر نشتغل غرزة حشو. ناخد اللون الاخضر نقفل بيه غرزة الحشو كده. تمام. ونبتدي نبعد اللون الاحمر عشان ما ناخدوش معانا في شغلنا، ونبتدي نكمل السطر بتاعنا عادي باللون الاخضر بغرزة النص عمود. يبقى انا اللي بعمله هنا ايه؟ اشتغلنا في الاول 130 سنتي سلسلة، دخلنا اللون الاحمر اشتغلنا 20 سنتي سلسلة، بقى كده طول الكوفية بتاعتي 150 سنتي. تمام.
ايا كان بقى الغرزة اللي هنشتغلها، اذا كانت نص عمود او عمود او نص او حشو، بنشتغل لحد ما نخلص الخيط الاحمر ونكمل باللون الاخضر. هنيجي السطر اللي بعديه بنقلل من اللون الاخضر غرزة، وبنزود في اللون الاحمر غرزة. السطر اللي بعديه برضو قللنا من الاخضر غرزة وزودنا في الاحمر غرزة. تمام كده. هشتغل بالطريقة دي لحد ما اعمل تقريبا في حدود 6 سنتي او 7 سنتي، بنفس الطريقة دي كده لحد ما اخلص اللون الاخضر وندخل على اللون الابيض وارجع لكم تاني. رجعت لكم بعد ما خلصت السطور، عدد السطور اللي انا عايزاه من اللون الاخضر. انا عملت 7 سطور غرزة نص عمود. تمام. جيت لما قطعت الفتلة خليتها طويلة عشان تبقى مع الشراشيب، ونربطها من هنا عشان برضو ايه ما تتفكش. يبقى احنا هنعتبرها الفتلة دي تبع الشراشيب. تمام. هنيجي نشتغل، بس قبل ما نشتغل ثانية واحدة اقول لكم احنا عملنا ايه الفترة اللي فاتت. احنا هنا في السطور ديت او في ال7 سطور كنا كل مرة بننقص غرزة من اللون الاخضر وبنزود غرزة من اللون الاحمر. تمام كده. برضو هنشتغل اللون اللي بعديه اللي هو الابيض بنفس الطريقة. هنخلي برضو فتلة طويلة كده بحيث برضو ان هي تبقى تبع الشراشيب. تمام. هندخل في اول غرزة نسحب الخيط الابيض ونربط الخيط بتاعنا عشان الغرز بتاعتنا ما تتفكش. تمام كده. هنسيب برضو مع الفتلة كده. هنيجي ندخل الابرة بتاعتنا في اول غرزة، هنطلع بسلسلة ونيجي نعمل نص عمود في كل غرزة تقابلنا. يبقى انا كده بعمل نص عمود في كل غرزة تقابلنا. هنشتغل كده لحد ما نوصل للون الاحمر. برضو هننقص غرزة من اللون الاخضر ونشتغل اللون الاحمر بزيادة غرزة. تمام. طبعا انا بختصر معاكم لان الغرزة معروفة. احنا اهم حاجة عندنا الحتة اللي بنغير فيها اللون من الابيض للاحمر او الاخضر للاحمر او الاسود للاحمر. تمام. يبقى علشان تدينا نفس الشكل اللي احنا عايزينه احنا بننقص من اللون، اذا كان الاخضر او الاسود او الابيض كده بننقص غرزة وبنزود غرزة في اللون الاحمر. طب انا علشان ما اطولش عليكم انا هفضل اشتغل لحد ما اوصل للون الاحمر. تمام. وارجع لكم تاني. بس انا هعمل بنفس الطريقة بتاعة الاخضر. هننقص من الابيض غرزة ونزود في الاحمر غرزة 4 سطور. تمام. انا هشتغل ال4 سطور وارجع لكم تاني. رجعت لكم بعد ما خلصت السطر الرابع من اللون الابيض. تمام. زي ما اتفقنا احنا دايما الاحمر بنزود غرزة وبنقص من اللون التاني غرزة. عملنا 4 سطور بنفس الطريقة دي في اللون الابيض. تمام. المرة دي هنزود اللون الابيض غرزة، يعني هنشتغل على اول غرزة في الاحمر ابيض. تمام. وبعد كده نشبك اللون الاحمر ونشتغل عادي
اللون الاحمر. اللي انا عملته ايه بقى؟ احنا اشتغلنا كده نص الطاقية، سوري، نص الكوفية. بنزود كل سطر غرزة حمراء من اللون الأحمر، وبننقص غرزة من اللون التاني، تمام، إذا كان الأخضر أو الأبيض. احنا هنا عملنا 7 سطور غرزة نص عمود. جينا عند الأبيض اشتغلنا 4 سطور، وفي الأربع سطور دول كنا بنزود غرزة حمراء وبننقص من الغرزة الأبيض، تمام. هنيجي بعد كده في السطر الخامس من الأبيض هنزود غرزة أبيض وننقص غرزة من اللون الأحمر. هنشتغل كده لحد ما نخلص اللون الأبيض، وبعد كده هنشتغل اللون الأسود بنفس الطريقة. هنزود غرزة في الأسود وهننقص غرزة في الأحمر، تمام، علشان ندينا هنا شكل التمانية، تمام. هكمل لحد ما اخلص اللون الابيض وارجع لكم تاني مع تشبيك اللون الاسود. رجعت لكم بعد ما خلصت السطور بتاعة الابيض، مش الاحمر، تمام. بصوا احنا هنا ابتدينا ننقص، نزود في الابيض غرزة وننقص من الاحمر غرزة. ادي اخر غرزتين عندنا للاحمر. هنيجي نشتغل في الغرزة اللي قبليها، قبل الاخيرة، وندخل اللون الاسود، مننساش نسيت الفتلة الحمراء. وهنبتدي نشتغل في اخر غرزة حمراء باللون الاسود، وفي كل غرزة برضو هنشتغل نص عمود. تمام كده. انا هكمل اللون الاسود. يبقى احنا بعد كده السطور الجاية مع الاسود بننقص غرزة من اللون الاحمر وبنزود غرزة من اللون الاسود. هكمل الكوفية وارجع لكم تاني. هنا بعد ما خلصت الكوفية، بصوا، مديانة 8، تمام. يبقى احنا في اول ما اشتغلنا كنا بننقص من الاخضر غرزة وبنزود في الاحمر غرزة، يعني بندخل على اللون، على اول واحدة خضرة بنشتغل فيها احمر، تمام، لحد ما وصلنا للابيض. نفس الحكاية، بنزود في الاحمر ونشتغل في اول واحدة بيضة احمر ونكمل الباقي ابيض لحد 4 سطور، وابتدينا ننقص. يبقى بنزود الابيض وبننقص الاحمر، بمعنى ان احنا بنشتغل على اول غرزة حمراء ابيض، وبعد كده بنكمل احمر تاني. السطر اللي بعديه نفس النظام، بنشتغل الاحمر ونيجي على اخر غرزة نسيبها عشان نشتغل فيها ابيض ونكمل، تمام. هنا نفس الحكاية في الاسود لحد ما تجيلنا الشكل زي حرف الرقم 8، تمام. احنا ناقص لنا كده بس هنعمل الشراشيب. هنيجي نعمل الشراشيب هنا باللون احمر بس، تمام. ونيجي في الشراشيب هنا هنشتغل مع الاخضر هنعمل لها شراشيب اخضر، مع الابيض هنعمل لها شراشيب بيضة، مع الاسود هنعمل شراشيب اسود. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون الشرح واضح. انا مرضتش اتقل عليكم وازود وارغي في حاجات ملهاش لازمه. احنا كل اللي يهمنا ازاي نعمل التمانية ديت، تمام. لكن الغرزة نص عمود، او لو عملناها عمود، او لو عملناها اي غرزة احنا حابينها، تشتغلي الغرزة اللي انتي عايزاها. احنا كنا بنشرح
ازاي نعمل حرف التمانية، وازاي ندخل الاحمر مع التلات الوان، الاسود والابيض والاخضر. تمام كده. كانت معاكم سمسمة لتعليم الكروشيه. انتظروني في فيديو جديد، وقبل ما اقفل ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتكتبوا تعليقاتكم لو في اي حاجة او اي شرح عايزينه. طبعا انا بكتب الواتس بتاعي في صندوق الوصف، سوري الواتس في صندوق الوصف. هتلاقوا الرقم بتاعي عشان لو في اي حد عايز اي استفسار او اي حد عايزني اعمله فيديو معين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروا فيديو جديد.